السلام عليكم بنات امهاتي الغزالات، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو تكونوا في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله جيت نبارطاجي معكم واحد الشهيوه اللي صراحه هي المعتمده عندي، دائما كنصاوبها، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم، لانها فعلا كتجي غزاله غزاله وبنينه بزاف. بديل الورقه ديال البسطيله اللي ما كناش كنتوفروا على الورقه ديال البسطيله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الشهوه هادي بواحد الورقه المقرمشه بزاف بزاف بالنسبه للناس اللي كيتواجدوا خارج ارض الوطن، وما كيتوفروش على ورقه ديال البسطيله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الشهوه هادي. اول حاجه ان شاء الله غادي نستعملوا 600 غرام ديال الدقيق، يعني دقيق خاص بالحلويات، اي 6 الكيسان من الكيسان ديال العنبه. ضروري نغربلوا هاد المرحله جد مهمه. صافي. وغادي نضيف نص كأس ديال زيت المائدة، او ديروا ربع، المهم كيبقى الاختيار ديالكم. ضفت معاه انا معلقه صغيره ديال بابريكا او تحميره، ملعقه صغيره ديال الملح، بيضه واحده، ملعقه كبيره ديال العسل. بالنسبه للعسل هو اللي كيعطينا ديك التحميره. كتجي هذيك الورقه كتجي محمره مزيان في الفران. صافي غادي نخلط هاد الكل مزيان مزيان هكا. صافي، وغادي نجمع الخليط ديالي بالماء بارد، يعني ماشي دافي، بارد، من الروبيني. بالنسبه للكميه ديال الماء شحال دخلت ليا تقريبا 2 كيسان قل ربع. ولكن راه كيبقى دائما كيف كنقول لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي نتوما كتستعملوا. كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي ما كيشربش. المهم غادي نجمع هاد العجينه هذه كيف ما كتلاحظوا. وصراحه البنات راها غزاله غزاله، وجات مورقه بزاف بزاف. راه في الفيديو ما بيناش يعني مزيان. ان شاء الله لما تجربوها غادي تلاحظوا. هنا من بعد ما جمعت العجينه درتها في بلاستيك، نخليها ترتاح وندوزو ان شاء الله للحشوه. بالنسبه للحشوه عندي الشعريه الصينيه ديال الروز، يعني استعملت انا جوج. هذيك الباكيه كيكونوا فيها جوج قطع، المهم استعملتهم بجوج. صافي رطبتهم في الماء السخون، يعني ما غليان، وغادي نخليه على جنب. هنا عندي الجزر، عندي كورجيت، عندي فلفله، البصله، ورقه سيدنا موسى، وايضا كنوره ديال الحوت، اي ديال السمك. جات رائعه رائعه بزاف، عطات واحد البنه غزاله. ودرت واحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه. هنا عندي نصف كأس ديال زيت الزيتون، بامكانكم ديروا زيت المائده. بالنسبه يعني القياسات ديال الخضره كيبقى الاختيار ديالكم. انا درت جوج ديال الخيزو، جوج ديال الكورجيت، درت بصيله واحده كبيره، فلفله حتى هي درت وحيده. المهم كيبقى الاختيار ديالكم على حسب الحشوه نتوما شحال بغيتو ديروا. من بعد ما هذيك الخضيره كامله يعني صهدات، ضفت الزيتون مقطع. هنا بالنسبه للتوابل درت ملعقه صغيره ديال الابزار، ملعقه صغيره ديال الكركم الخرقوم، وملعقه صغيره ديال التحميره. صافي كنخلط الكل جيدا. هنا عندي واحد ملعقه كبيره ديال صلصه الصوجا وكنخلط. المهم انا يعني حاولوا بانكم تبقاو تخلطوا باش ما تلصقش لكم الحشوه ديالكم في المقله. صافي، في الاخير ضفت الشعريه الصينيه من بعد ما صفيتها من الماء ديالها وقطعتها بالمقص. صافي. والمهم المراحل الاخيره كنضيف الربيع حتى هو قطعته، و علبه ديال الثوم. صافي خلطت وشحرت كلشي مزيان مزيان وخليت تبرد على جنب. ودابا غادي ندوزو للعجينه. من بعد ما ارتاحت ليا هذيك المده اللي انا طيبت فيها الحشوه، يعني لما كنكملوا الحشوه كنبداو نورقوا هاد العجينه البنات راني قسمتها على 4 ديال الكويرات، وكيبقى الاختيار ديالكم شحال من كويره نتوما بغيتو تخرجوا. هادوك زليفات، عندي زليفه فيها الزيت وزليفه فيها الزبده مذوبه. بالنسبه للنوعيه اللي استعملت لا بريري. بغيتو تستعملوا زبده من نوع جيد، يعني من اصل حيواني، كيبقى الاختيار ديالكم. هنا كيف ما كتلاحظوا كنورقوا هاد العجينه مزيان مزيان حتى كيبان لينا سطح العمل. وغادي نطويها بحال هكا على شكل مسمن.
مسمن العادي اللي كنصاوبو صافي. وانا مره كندير الزبده، مره كندير الزيت، كل مره شنو غادي ندير. صافي هنا غادي نحطها على جنب بما كملت ثلاثه الاخرين. صافي هنا غادي نخليهم يرتاحوا غير واحد 10 ديال الدقائق باش يجيوني ساهلين هكا لما نطلقهم. صافي هنا من بعد ما ارتاحوا لي 10 ديال الدقائق، هنا غادي نبدا بالاولى. غادي نحاول نسرحها على شكل طولي، وانا بالاستعانه بشويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده. صراحه البنات الزبده راه هي اللي من بعد التوراق المهم كتساعد حتى هي باش كتجي ديك الورقه كلها محلوله وتقرميشه. بالنسبه للحشوه قسمتها حتى هي على 4. كيف ما قلت لكم البنات الحشوه قسمتها على 4 غير باش كتجينا قياس، يعني بدوك المسمنات ب4. صافي كنحط هاد الحشوه في الجنب وكنبدا نلوي فيها على هاد الطريقه هادي. هنا في هاد المرحله حاولوا وانتم كتلويو وانتم كتدهنوا بشويه ديال الزبده على هاد الطريقه هادي، وحاولوا بانكم يديكم تكون شويه مزيره، يعني ما تكونش مرخيه هاد العجينه هادي وانتم كتلويوها. صافي حتى كنلويها على هاد الطريقه. بالنسبه للاطا هنا غادي نفرش ليها بابي كويسه، وغادي نحط هاد البودن هذا. صافي وغادي نرجع نكمل هادوك 3 ديال المسمنات اللي بقاو عندي حتى نكملهم كاملين، ونرجعوا ان شاء الله باش نوريكم لا فينيسيون ديالهم. هنا بالنسبه لا فينيسيون كيبقى اختياري، اللي بغيتوهم غير بحال هكا ودخلوهم الفران كيبقى له شوا ديالكم. هنا دهنتهم ببيضه كامله، درت معها الخل غير ما تبقاش باش ما تبقاش ديك الريحه ديال الزفوره ديال البيض. صافي وضفت الزنجلان، لاننا الزنجلان الا درناه اوتوماتيكمون فوق العجينه ما غاديش تشد لينا، خاصنا ضروري نديروا البيض هو اللي يلصق لينا اي حاجه بغينا نديروها. بغيتو تزينوا بالبافو او ديروا زنجلان ابيض او ديروا الحبه السوداء، المهم اللي بغيتو تزينوا به لي بودان هادو ديروا اللي عندكم متوفر في الدار. صافي هنا بالنسبه للفران ديجا كان سخون على 170 درجه، وغادي نطيبهم ايضا على 170 درجه. بالنسبه للطياب المهم نص ساعه. المهم نتوما مره كتحلوا الفران باش كتشوفوا واش تحمرت من التحت، واش خدات داك اللون الذهبي من الفوق. مره كنطلعوا نشوفوا. هنا كيف ما كتلاحظوا قطعت على النص، قطعتهم من النص هو الاول عاد باش كنقطع جنيبات الاخرين. هاد المرحله كتبقى اختياريه واش بغيتوهم يعني كبار او اللي بغيتو بحال هكا يعني مرصويات صغار. مهم نتوما ديروا اللي بغيتو. صافي هنا انا دخلتها الفران، وكيف قلت لكم مره كنحل باش كنشوف واش حمرت ليا من التحت ومن الفوق. صافي لما كطيب هذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا التحميره كي كتجي محمره غزاله والتقرميشه ولا اروع. بغيت صراحه نسمعكم الصوت ديال التقرميشه، ولكن كانت بنتي حدايا وما كتفرج في التلفازه، ما نعاودش لكم على الصداع. صافي هنا غادي نقطع معكم وحيده باش تشوفوها من الداخل. صراحه جات رائعه بزاف. البنه غزاله، فعلا تستحق التجربه. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير كيف جاتكم. بالنسبه لي انا جاتني صراحه بنينه، والورقه جات مورقه بزاف كاننا دايرين الورقه ديال البسطيله. وكيف قلت لكم الجاليه المغربيه الا ما توفرتوش على الورقه، راه هاد الورقه هادي راه كتجي غزاله بزاف، مقرمشه وناجحه من اول تجربه. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات ديالكم ولي كومونتير ديالكم، حتى الا ما قدرتوش تكتبوا في لي كومونتير خليو لي ولو نقطه باش هكا الفيديو يبان للناس اخرين والتحقوا بينا مشتركين جداد. وكنشكركم نتوما اللي كتشاهدوا هذا الفيديو، كنشكركم بزاف من القلب. كنبغيكم بزاف والله على حسن المتابعه ديالكم والتشجيعات ديالكم ليا. هنا وصلت نهايه الفيديو. دمتم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.